بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده بقى روتين كده حلو كده وظريف، وهو طبعا الانتريه. اول حاجه بوريكم الشخبطه اللي حفصه هي عاملاها، وهي هتبقى معانا النهارده برضو في الفيديو صح اهي، فاي صوت بقى كده اعذروني بقى عليه. نبدأ كده بقى مع بعض كده، نتشجع كده مع بعض ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هبدأ معاكم بقى روتين كده، هغير بقى وهشقلب الانتريه خالص. وهبدأ بقى اعمل بقى الفرشة بقى الشتوية كده ونكسيه بقى تاني. فتابعوا كده معايا ولاحظوا كده الانتريه معمول كده ازاي دلوقتي، عشان هبدأ ان انا اغيره وتشوفوا التغيير اللي انا هعمله فيه، ويا رب يكون يعجبكم يعني ان شاء الله. المهم نبدأ كده مع بعض. اول حاجة ان انا هبدأ ان انا اشيل الفرشة اللي عليه كلها، عشان ابدأ ان انا اغسلها. طبعا ايه كنت اقول ايه، هبدأ اشيل الفرشة كلها الاول كده مع بعض، واقوم رايحة ان انا ايه انقعها كده واغسلها الاول. طبعا انا حطاها هنا بدبوس، لان ما يعني الانتريه بتاعي ملوش قاعدة كده من فوق، فما بيثبتش عليه المناديل دي. فلازم ماما بقى الله يصلح حالها هي اللي عاملة لي الطقم ده يعني، فقالت لي حط فيه دبوس كده وهو يثبته. فبس كده. فالمهم هلم بقى الدبابيس والم بقى الفرشة كده وننضف كده ونشوف مع بعض انا هعمل ايه. فتابعوا كده معانا للاخر كده عشان تشوفوا التغيير اللي هيحصل في الانتريه، ورب يعجبكم يعني. بس هلمهم بقى كلهم كده كده، بشجع نفسي يعني ان انا ايه لميتهم، وهبدأ ان انا احطهم في طبق كده، واحطهم بقى عليهم بقى صابون اللي هو المسحوق يعني، واحط عليهم ميه انقعهم كده لما ابدأ اخلص الانتريه، ارجع بقى ان انا اشطفهم تاني واغسلهم ودعكم دعكة كويسة وانشفهم وارجع احطهم تاني، لان طبعا الانتريه ما بيستحملش وعايزاه على طول نضيف يعني، عشان ما اقعدش اغسل الكسوة بتاعته كده. تمام كده. هجيب لكم طبعا وانا نقعاه كده في الصابون، عشان الصابون يشجعكم كده ان ايه على النظافة، يعني الواحد بقى بيشوف الرهوة كده بيتشجع. تمام اهو، حطيتهم بقى في طبق وهنقعهم، حط عليهم المسحوق، هسيبهم بقى المسحوق هسيبهم يتنقعوا بقى شوية. لما اخلص هبدأ بقى امسك المنفضة كده، امسك بقى الانتريه كله بقى يتنفض تنفضة بقى ايه تمام يعني، اللي هو من الظهر ومن كله تمسكي بقى تنفضيه تنفضة حلوة. نفضتيه هبدأ بقى ان انا ايه همسك بقى الحتة كده، هبدأ بقى بأول كرسيين كده اللي هم على جنب الشمال، مسكتهم مسحتهم مسحة حلوة، وبعدين هقوم مسحباهم على الصالة، لان طبعا عندي المكان محدود مش هعرف اغير حاجة في الانتريه الا لما اسحب لبره. مسحتهم بقى في الصالة يعني، سحبتهم بره بقى في الصالة، وقمت منفضة الشباك اللي كان فوقيهم، وهبدأ اكنس بقى الارضية وامسحها، اللي هو الجنب اللي هو ايه الشمال ده. ماشي خلاص كنسته ومسحته، هبدأ بقى اسحب فيه الكرسيين اللي هما ايه في الوش دول، اسحبهم واحطهم في نفس الجنب. هنا حفصة بتساعدني. تمام. هبدأ بقى ان انا احط فيهم هنا الكرسيين بقى في جنب، ومكانهم طبعا مركون طبعا، فهبدأ ان انا اكنسه وامسحه برضو، عشان يبقى تحت الانتريه كله نضيف وممسوح قبل ما نبدأ اغير. وحطيت فيه هنا ايه الكنبة اللي هي كانت برضو على جنب على ايدينا اليمين دي، قمت رايحة سحباها وحطيتها ايه في الوش مكانها برضو، مسكته كنسته ومسحته، وهبدأ اسحب بقى فيهم ايه الكرسيين اللي انا طلعتهم في الصالة. تمام. بس كده يبقى انا كده خلصت. في النص بقى برضو امسكهم برضو اكنس وامسح، وارجع احط بقى اللي هي السجادة، امسكها طبعا كنت طبعا مغسولة ومعيونة متكيسة ومعيونة، هبدأ ان انا افتحها بقى، وابدأ بقى ان انا افرشها ايه في الانتريه. الجو بقى هيبدأ كده ايه يخش على الشتا معانا كده اهو. تمام. بدأت ان انا حطيت السجادة بقى في النص، طبعا بعد معاناة يعني ما تخيلوش اللي هو اتحطت في ثانية كده. وحطيت الترابيزة طبعا نفضت كويس، ومسحتها بره في الصالة قبل ما انا احطها طبعا على السجادة. ومسحت الرخامة، حفصة قلبة معاها رغي دلوقتي. وطبعا المفرش ده او المفارش دي انا عاملاها للشتا مخصوص، بحطها في الانتريه في الشتا، يعني انا عاملة كده طقوس كده ايه بتحسسني ان هو ده هنا الشتا. بشيلهم واحط واحد للصيف، وبحط واحد لرمضان، وبشيل وبحط واحد للعيد، كل حاجة كده ولها ايه وقتها.
ماشي تمام. يبقى انا كده خلصت الانتريه، ويا رب يكون عجبكم، وشوف كده المنظر كده احلى. والتغيير برضو مطلوب، كل مرة بغير اكنها اول مرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.